السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هقول لكم طريقة تخزين الفاصوليا. انا جايبة كيلو فاصوليا وانتوا تجيبوا الكيلوات اللي انت عايزاها. جبت الفاصوليا وغسلتها، الفاصوليا الخضراء تكون ناشفة وجميلة بحيث ان هي تكون صبحة، يعني ما تجيبيش الفاصوليا تكون بايتة. دلوقتي انا هاخدكم على البوتاجاز وهقول لكم هنعمل ايه. وبس قبل ما اخدكم على البوتاجاز، الفاصوليا يا جماعه انا حبيت اقول لكم بس ان هي مفيده جدا لصحه عيالنا، بتقوي جهاز المناعه وبتحافظ على الوزن، يعني هي بتقلل الوزن كمان علشان السعرات الحراريه بتاعتها قليله. والمرضى السكر مفيده جدا جدا لان هي برضه بتساعد على تخفيض السكر، ولها فوائد كتيره جدا. هي مصدر رئيسي كمان للفيتامينات والمعادن. فدلوقتي انا هاخدكم بقى على البوتاجاز. هنحط شويه ملح في الميه، وبعدين نحط الفاصوليا بعدها تقلبتين اتنين، ونقوم منزلينها ومحضره ميه ساقعه اهي. هطلعها من الميه المغليه، احطها في الميه الساقعه علشان نوقف التسويه بتاعتها. فتعالوا بقى معايا دلوقتي على البوتاجاز. الميه هي انا حطها على البوتاجاز بتغلي اهي. هنحط لها شويه الملح، وبعدين هنحط الفاصوليا على الميه نحطها. دلوقتي يا جماعه انا هحط كمان حبه سكر صغيرين ما يكملوش نص معلقه، ان دي ماده للحفظ مع الملح. هما تقليبه واحده او تقليبتين مع الميه اللي بتغلي، وبطفي وخلاص على كده. دلوقتي يا جماعه انا بنقل بقى الفاصوليا من الميه المغليه للميه الساقعه علشان اوقف تسويه الفاصوليا، ما تزيدش التسويه عن كده يعني. دلوقتي يا جماعه بعد ما شلناها من الميه اللي فيها تلج، صفيت حطيتها في مصفى زي ما انتم شايفين كده. ولازم نسيبها تبرد قبل ما نحطها في الاكياس عشان ما نحطش حاجه سخنه في الاكياس البلاستيك، لان ده اكبر غلط. فلازم نسيبها تبرد تماما. ودلوقتي هنخزن كيس اهو. دلوقتي يا جماعه احنا خزننا كيس اهو، وهنخزن كل الفاصوليا بنفس الشكل. اهم حاجه ان احنا نخرج الهواء من الكيس، ما نسيبش فيه او اي هواء، نحاول بقدر الامكان يعني. وبعد كده ندخله بقى الفريزر. يا رب تعجبكم الطريقه وحاولوا تجربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات. ويا ريت يا جماعه شير ولايك واشتراك في القناه، ما تنسونيش. وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، ونتقابل على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.